السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا جدا. هوريكم طريقة أمي ربنا يديها الصحة في حفظ الجبنة القريش. بتقعد بالشهور معاكي ومجرلهاش أي حاجة، وبيبقى طعمها حلو جدا ومقبول للأولاد. تقدري وانتي بتقدميها تقطعي عليها فلفل بقى وطماطم وخيار اللي انتي عاوزاه وتقدميها. أما طريقة الحفظ زي ما انتم شايفين في البرطمان كده. يلا نشوف مكوناتها عاملة ازاي وهنوصلها بالطريقة دي ازاي وهنحتاج لها ايه. يلا نسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله. طبعا هيكون عندك اول حاجة جبنة قريش. لو عندك حتة جبنة قديمة يبقى يا سلام، مفيش خلاص. انا كان عندي حتتين جبنة قديمة فهرستهم زي ما انتم شايفين كده بالهراسة بتاعة البطاطس. نعميهم خالص او بالشوكة، مفيش مشكلة، يتهرسوا خالص ناعم. وهتجيبي بقى كمية الجبنة القريش اللي عندك نص كيلو، كيلو براحتك. دي بس بتدي طعم. الجبنة الحادقة مع القريش بتديها طعم حلو، وفي نفس الوقت هتخليها تغير لك طعمها بحيث ان هي ما تاكلهاش قريش كده بس. تمام. حطيت بقى كمية الجبنة القريش اللي عندي، وهخلط كل المكونات مع بعضها، الجبنة دي مع دي، وهرسهم كويس جدا مع بعض. وهقولك على الحاجات اللي ينفع تبدلي فيها وعلى الحاجات اللي ينفع تستغني عنها. لغاية دلوقتي كده انا عندي خليط الجبنة مش عليه اي حاجة خالص. طب انا عايزة احفظه بايه؟ شطة، فلفل اسود، قصدي شطة، فلفل احمر هريسة، حبة البركة، وشوية زيت بس. طيب ايه الاضافات التانية اللي اقدر اضيفها؟ كان عندي مثلا 3 معالق جبنة رومي كده، بشرتهم زي ما انتم شايفين ناعم وحطيتهم. تقدري تقطعيها قطع صغيرة وتحطيها قطع. وحطيت حوالي معلقة من الشطة، طبعا ما بتخليهاش حادقة خالص ولا حراقة، ما تخافوش. كل ده لما بتاخدي منها معلقتين كده وتهرسي عليها بقى طماطمايه بفلفلايه بخيارايه، بيبقى طعمها حلو جدا جدا وفي منتهى الجمال. حطيت طبعا الجبنة الرومي وحطيت الشطة، وهحط بقى حوالي ربع كوباية من الزيت. زي ما انتم شايفين كده هقلب. انا عايزة بس حبيبات الجبنة تكون بقى وصلها الزيت كده علشان خاطر برضو يحفظها ان هي ما تريمش وما تبوظش منك خالص. هنا بقى هنحط هريسة الشطة. ده فلفل احمر هتضربيه في الخلاط، تهرسيه وتحطي. لو عندك هريسة جاهزة من اللي احنا عملناها قبل كده في الفيديو هتحطي معلقتين. تمام كده زي ما انتوا شايفين. انا عملت برطمان بالهريسة وبرطمان من غير هريسة. حطيت بقى 3 معالق من حبة البركة وهقلبهم كويس جدا، وعبيتها في برطمانات. واللي اتبقى ده عملته بقى علشان ناكله، حطيت عليه طماطم، فلفل الوان، دلعتها كده. لو عندك خيار كمان بحط خيار بيبقى طعمه جميل، فلفل اخضر، وتقلبي كويس جدا. وكده طبق الجبنة الجامد بتاعك جاهز. وحاجة كده يعني طعمها وهمي. جبنة قريش مليانة كالسيوم، فيها 4 أضعاف الكالسيوم اللي في اللبن، وجبنة طبيعي ما فيهاش أي مواد حافظة. حلوة جدا، هتحبب أولادك فيها وتخلي يتغير طعمها. تقدري بالحشوة دي كمان تحطيها في، تحشي بيها جلاش، تحشي بيها سمبوسك، تحشي بيها فطاير كتير زي ما انت عايزة. بيبقى طعمها حلو جدا ومقبول في الحشوة. والقريش بتعمل زي الموتزاريلا وبتمط كده في لما بتخش الفرن. هحطها بقى في البرطمان، احط على وشها شوية زيت واحفظها زي ما انتوا شايفين كده. زي ما احنا قلنا عندنا حبة البركة مادة حافظة، عندنا الشطة كمان مادة حافظة سواء هريسة او شطة بودرة، وعندنا الزيت طبعا برضو مادة حافظة وبيمنعها انها تريم وتبوظ، وبتقعد معاكي بجد بالشهور في التلاجة ومفيش اي مشكلة خالص. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. متنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولايك للفيديو. لو انتوا اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. متنسوش تدعوا دعوة حلوة لماما ربنا يديها الصحة وتمشي فيها على خير. السلام عليكم.